بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين. وبعد، رسالة اليوم صوت نذير وصيحة تحذير، صوت نذير وصيحة تحذير. وستذكرون هذه الكلمات: إنني أبرأ إلى الله من كل ما يحدث في اليمن، إنني أبرأ إلى الله من كل ما يحدث في اليمن، وبالذات في المحافظات الشمالية. هناك تغيير ديمغرافي، هناك تشييع للأطفال. إنه حينما تتأخر الخطابات من الشرعية ومن فخامة الرئيس حفظه الله لمن بقي فيه ضمير من العلماء والسياسيين والمفكرين أن يتحركوا، هناك تغيير ديمغرافي. حذاري 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 يا مغتربون، ارفعوا أصواتكم. حذاري يا مشايخ، ارفعوا أصواتكم. يا من تسمون أنفسكم أنكم لا تزالون تحت حزب المؤتمر الشعبي العام، إن اعلموا أن كلمة حزبية قد انتهت. إن الصراع في اليمن هو صراع وجود، صراع الدفاع عن الحق والوطن والأعراض والهوية اليمنية العربية من التغيير الديمغرافي وتحويلها إلى فارسية. إنكم إن سكتتم سوف يعلن هناك عبد الملك الحوثي أن 7 محافظات في الشمال تدين بالولاء لإيران. إنهم سيعلنون بتغيير دستور عما قريب. إنكم سترون هناك من يتلطخون ببراز أئمتهم. إنكم سترون السكاكين تضرب على الأطفال في صنعاء وفي حجة وفي المحويت وفي الحديدة وفي إب وفي دمار وفي صعدة وفي الحديدة. إن لم تتحركوا اتقوا الله يا علماء. يا من تدعون أن الصراع بين حزب وحزب، كذبتم. وقد صدق المعري بقوله وهو يقول: أغاية الدين أم تعفو شواربكم. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، اليمن تغير ديمغرافيا، اتقوا الله. إعلان الحكومة هو ضحك على الذين بدأوا يتحركون ويغتاظون من الجيش. هناك جيش كثر، هناك مواطنين مغلوب على أمرهم. إن رفعوا أصواتهم في صنعاء وفي المحافظات التي هي الآن تحت عفاش الحوثي والحوثي الخبثاء، إنهم سيقمعون أشد القمع. ولكن نحن نعول على المشايخ من بقي ومن العلماء ومن الدعاة أن يتحركوا قبل أن يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. تحركوا. أما المؤتمرين ومن لا يزال يؤيد المؤتمر وما يسمى علي عبد الله صالح، إنه قد أعلن براءته من اليمن ومن الكتاب ومن السنة ومن الوطن ومن العروبة. خذوها مني والله الذي لا يعبد سواه أنه قد تبرأ من اليمن، فهو منتقم من اليمنيين، من كل ما هو عربي، من كل ما هو سني، من كل ما هو مسلم، من كل ما هو خليجي. إن علي صالح باع دينه. إنه علقمي اليمن، علقمي القرن 21. إنه أكبر خائن في الوطن العربي في هذا القرن. اتقوا الله وتحركوا يا أبناء اليمن، يا تلاميذ، يا طلبة الجمهورية اليمنية. ارفعوا أصواتكم في كل دولة، في أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج. تكلموا مع مشايخكم، مع العلماء. أين هم ساكتون؟ لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا يرفعوا أصواتهم؟ وأنا أحمل هنا فخامة الرئيس عبد رب منصور، هذه هو رئيس شرعي مؤيد من العالم أجمع، أن يوجه بخطاب سريع للمحافظات الشمالية، وأن يحذر من المستشارين الخونة الذين يؤخرون أمد ما يثبت نفسه الحوثي. هناك من يخذل إخواننا في تعز، هناك خذلان واضح، هناك إعلان عما قريب بالسيطرة الكاملة ومستحيل أن تسقط بعد اليوم إذا لم تتحركوا. حذاري، هناك تقسيم لليمن، هناك تقسيم إلى دويلات وليس إلى جنوب ولا شمال. والله الذي لا يعبد سوى أن الأمر خطير جد خطير. أما أنه يصدق فينا الشاعر العراقي الذي يقول: يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم. أتريدون أن تكونوا ساكتين؟ أنا ما أراكم إلا كذلك. يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم. نوموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. وتجنبوا ما يقضي بأن تتقدموا، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا. وتثبتوا في جهلكم فالشر أن تتعلموا. أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا. أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا. إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسم. وإذا أفضتم في الحديث من المباح فجمموا. من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم، فليمسي لا سمع ولا بصر لديه ولا فم. لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم.
فارضوا بحكم الدهر مهما كان فيه تظلموا، فإذا ظلمتم فاضحكوا طربا ولا تتظلموا، وإذا أهنتم فاشكروا، وإذا لطمتم فابسموا. إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلموا، أو قيل إن ثمادكم سيل فقولوا مفعموا، أو قيل إن بلادكم يا قوم سوف تقسموا، فتحمدوا وتشكروا وترنحوا وترنموا. هذا معروف الرصافي الشاعر العراقي، وهو يصف حالة أمتنا بأنها راكدة، وكأنها دخلت إلى عقولها أنه من يريد أن يكون عزيزا مكرما فليسكت فليصمت. النساء هناك تغتصب، الأموال تنهب، البلدان تقسم. حذاري من تشيع المحافظات الشمالية. اتقوا الله واقرأوا وانظروا ماذا يحدث إلى اليوم في الأحواز. انظروا الآن ما يحدث في العراق، تغيير ديمغرافي وسيطرة شيعية على العراق. اتقوا الله وارفعوا أصواتكم. إننا حينما نخسر شيئا يسيرا قبل أن نخسر أنفسنا، قبل أن يهجروا أبناء المناطق الشمالية إلى الجنوب أو الدولة الجنوبية عما قريب. حذاري، أين الرجال المخلصون مع فخامة الرئيس عبد ربه منصور؟ حذاري يا أمة الإسلام.